أسعدتم أوقاتكم مشاهدينا في كل مكان. نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة إريتريا، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. إصابة 42 مواطن بفيروس كورونا اليوم. توسيع التطعيم في مديرية قرورة. إنجاز أعمال فعالة للسيطرة على الملاريا في الإقليم الجنوبي. انكماش إجمالي الناتج الداخلي في منطقة اليورو في 2020. عودة 8 لبنانيون من الإمارات بعد اتفاق بين البلدين إطلاق سراحهم. وسرطان الثدي يصبح أكثر أنواع السرطان شيوعا في العالم. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة، نستهلها بهذا الإعلان من وزارة الصحة. أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم 3 فبراير في مراكز العزل في الأقاليم القشبركة وعنسبة وجنوب البحر الأحمر وكذلك شمال البحر الأحمر إصابة 42 مواطن بفيروس كورونا، وكان 26 من الإصابات في مراكز العزل بإقليم القشبركة، 3 منها في قلوج و2 في بارنت وكذا 2 في تسني وواحدة في علي قدر، و11 إصابة في كرن حاضرة إقليم عنسبة و3 في إقليم جنوب البحر الأحمر، 1 منها في تعو و2 في أفنبو، وإصابة 1 في قندا إقليم شمال البحر الأحمر، وإصابة 1 في العاصمة أسمر الإقليم الأوسط. في غضون ذلك شفي 26 مصاب، 20 منهم في إقليم القشبركة و6 في الإقليم الأوسط. وبهذا وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد حتى اليوم 2309 إصابة، شفي منهم 2683 ووفاة 7، ولا يزال 619 مصاب يتلقى الرعاية الصحية في المستشفيات. وزارة الصحة 3 فبراير 2021. أعلن مسؤول الخدمات الصحية في مديرية قرورة الممرضة برخة هبتسيون بلوغ التطعيم نسبة 99% في المديرية نتيجة الاستثمار الكبير الجاري لتقديم المؤسسات الصحية خدمات ناجعة وفتح نقاط صحية في القرى النائية ودعمها بالطاقة الشمسية وتوفير الأدوية. وقال أن التطعيم المنتظم يقدم ضد 8 أمراض للسيطرة على الأمراض التي تأتي نتيجة لنقص التطعيم. وأوضح بناء عيادة في قرورة ويجري العمل لتوسيع وتطوير المركز الصحي في منطقة إمهميمي، وأن تركيب أجهزة مختبرات التحاليل الطبية مكن المرضى من الحصول على الخدمات عن قرب وعدم التوجه إلى مستشفيات أفعبت وكرن كما في السابق. وأشار إلى تدني وفيات الأمهات والأطفال الناجمة عن العادات المتخلفة إلى الصفر لارتقاء الوعي الصحي وتسجيل تغيير ملحوظ لرعاية الأمومة والطفولة وإصلاح البيئة للسيطرة على الأمراض الناجمة عن التلوث البيئي. أفاد مسؤول وحدة مكافحة الملاريا في مكتب الصحة بالإقليم الجنوبي السيد مكيلي هبت مريم بأن خطوات السيطرة المتخذة خلال السنوات ال5 الماضية ساهمت في تخفيض الإصابة بالملاريا إلى أدنى مستوى لها في الإقليم. وذكر السيد مكيلي أن المهام الفعالة التي جرت للسيطرة على الملاريا بالحد من وسائل مساعدة لتكاثر الإصابة بالمرض وانخفاض نسبة الإصابة عام 2020 مقارنة بعام 2019 ب 17%، وبلوغ نسبة الوفيات بالملاريا إلى نسبة 0%. وأشار السيد مكي إلى رش 106 منطقة بالأدوية ضد الملاريا في عام 2020
وتوزيع الناموسيات ل 420 ألف مواطن يعيشون في المناطق الموبوءة بالملاريا، وتنظيم أنشطة النظافة في كافة المديريات، وتنظيم حملات توعية مكثفة أيضا لرفع معرفة المواطنين، مما ساهم ذلك بفعالية للسيطرة على الملاريا. كما أوضح السيد مكي إلى تنظيم أنشطة فعالة للسيطرة على مرض الشيكوغونيا الكرفس الذي انتشر في مدينة مندفر على مستوى وباء خلال العامين الماضيين، إلى جانب أنشطة مكافحة الملاريا. وقال السيد مكي أن الفحص والعلاج السريع من الخطوات الرئيسية المتخذة لمكافحة المرض، مشيرا إلى تقديم خدمات فحصية وطبية نشطة في المناطق الريفية البعيدة عن طريق وكلاء الصحة الريفية، ما ساهم ذلك بدور فعال في السيطرة على المرض. في الختام، أشاد مسؤول وحدة مكافحة الملاريا في مكتب الصحة بالإقليم الجنوبي السيد ميكيلي بالخطوات التي تتخذها المؤسسات الحكومية لمكافحة الملاريا خاصة الإدارات، مناشدا إياهم لتعزيز المساهمة في ضمان النظافة ورفع مستوى استخدام الناموسيات. تجري أعمال منسقة بالتعاون بين المواطنين وأعضاء قوات الدفاع للسيطرة على أسراب الجراد التي ظهرت في ضاحية عدي مديرية وسط دنكاليا. وبموجب المعلومات الواردة من المديرية، بذلت جهود حسيسة ومثمرة للقضاء على أسراب الجراد التي ظهرت في 2 فبراير قبل انتشارها واستفحالها، وقد قام السكان بالإبلاغ السريع. وأفاد مراسل إرينا مشارك السيارتين وعدد من أجهزة الرش للقضاء على أسراب الجراد المنتشرة في مساحة 30 هكتار. يذكر بأن الأيام الماضية شهدت مناطق إقليمي شمال البحر الأحمر والقشبركة ظهور أسراب الجراد، وتم القضاء عليها بجهود ومساهمة المواطنين وقوات الدفاع. أفاد السكان بأن إدارة إقليم شمال البحر الأحمر تسعى جاهدة بالتنسيق مع شركاء التنمية والمواطنين لحل إشكالية مياه الشرب في منطقة قادم حليب مديرية أفعبت، وظلت تحقق تلك المساعي نتائج مرضية. وذكرت وكالة إرينا نقلا عن نساء المنطقة معاناتهن السابقة فيما يتعلق بجلب المياه، إلا أن تشييد مصدر مياه شرب صالحة وسط منطقتهن ساهم لحصولهن على خدمات المياه عن قرب. وأشرنا بأن افتتاح المدارس في المنطقة ساعد إلى تقديم خدمات التعليم النظامي للإناث الصغار وجلوس النساء على مائدة تعليم الكبار لمحو الأمية، ونتاج ذلك بلغت بعض المتخرجات إلى مستوى تقديم التعليم لأفراد المجتمع. وقالت النساء واللاتي أدلين برأيهن أن للتجميع فوائد كثيرة، وذكرت انخفاض نسبة الوفيات التي كانت تحدث أثناء الحمل والولادة، وكذلك الأمراض الأخرى، بفضل تشييد مؤسسة صحية في منطقتهم ليحصلن الخدمات الصحية الناجعة عن كثب. من جهته قال مدير الضاحية سيد محمد علي سالم إن تجميع القرى هو المحرك الرئيسي للتطور الملموس الذي تشهده المنطقة، فيما خلقت خدمات الصحة والتعليم والمياه الاستقرار. مشاهدينا، نشرتنا لا زالت مستمرة من الفضائيات الإريترية، لكن بعد الفاصل فكونوا معنا. أهلا بكم. على الصعيد العالمي، سجل الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو انخفاضا تاريخيا بنسبة 6.8% في العام 2020، وهو أقل حدة مما توقعت المفوضية الأوروبية في نوفمبر، وفقا لتقدير أولي نشره مكتب الإحصاء. وفي توقعاتها للخريف، قدرت بروكسل الانخفاض بنسبة 7.8% على مدار العام، وفي الربع الأخير من السنة انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.7% مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة. وفي دول الاتحاد الأوروبي 27 مجتمعة كان الانكماش أقل وطأة مع تراجع نسبته 6.4% على مدار السنة.
وكان أداء أوروبا أقل من منافساتها رغم مقاومتها بشكل أفضل من المتوقع في نهاية السنة بفضل صمود الصناعة الألمانية. فقد تراجع الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة العام الماضي بنسبة 3.5%، وفي روسيا 3.1%، فيما تحسن في الصين بنسبة 2.3%. وكلفت إجراءات الإغلاق الصارمة التي اعتمدتها غالبية الدول الأوروبية خلال الربيع تكاليف باهظة فضلا عن القيود المفروضة اعتبارا من الخريف لمواجهة الموجة الثانية من جائحة كوفيد-19. وصل 8 لبنانيين إلى بيروت بموجب اتفاق مع دولة الإمارات العربية المتحدة لإطلاق سراحهم بعد توقيفهم لأشهر عدة في الدولة الخليجية وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية. وعلى وقع التوتر الإقليمي مع طهران، أوقفت الإمارات خلال السنوات الماضية لبنانيين عدة بتهمة التعامل مع حزب الله الذي تصنفه مع دول الخليج أخرى إرهابيا. وأثمرت وساطة قادها لبنان مع الإمارات بإبرام اتفاق على إطلاق سراح 11 لبنانيا موقوفين لديهم وفق ما أفاد المدير العام للأمن العام اللبناني عباس إبراهيم لوكالة فرانس بريس. وفي مايو 2019 أصدرت محكمة إماراتية حكما بالسجن مدى الحياة في حق لبناني وبالسجن 10 سنوات في حق لبنانيين آخرين بعد ما أدانتهم بتهمة التخطيط لشن هجمات لصالح حزب الله، وبرأت 5 آخرين في القضية ذاتها. قالت منظمة الصحة العالمية أن سرطان الثدي تجاوز سرطان الرئة وأصبح أكثر أنواع الأورام الخبيثة شيوعا في العالم. وقال أندريه البافي خبير أمراض السرطان بمنظمة الصحة العالمية في إفادة صحفية بالأمم المتحدة قبل اليوم العالمي للسرطان الذي يحل غدا الخميس أنه للمرة الأولى يصبح سرطان الثدي النوع الأكثر انتشارا في العالم. وأوضح أن سرطان الرئة ظل الأكثر شيوعا على مدى العقدين الماضيين، لكنه تراجع الآن خطوة للوراء إلى المركز الثاني متقدما على سرطان القولون والمستقيم وهو الثالث على القائمة. وأشار البافي إلى أن سمنة النساء عامل خطر شائع في حدوث سرطان الثدي، مضيفا أن السمنة عامل محرك للأرقام الإجمالية للسرطان في اتجاه الزيادة. وأضاف أنه مع نمو سكان العالم وزيادة متوسط العمر المتوقع هناك تكهنات بأن يصبح السرطان أكثر شيوعا بأعداد تصل إلى حوالي 30 مليون حالة جديدة سنويا بحلول عام 2040. أفادت وسائل إعلام رسمية تركيا بمقتل شخص على الأقل وفقدان آخر إثر هطول أمطار غزيرة وحدوث فيضانات مفاجئة في محافظة إزمير الساحلية. وذكرت شبكات إخبارية أمريكية نقلا عن تلك الوسائل أن الشخصين حوصرا داخل سيارة انجرفت بفعل ارتفاع منسوب المياه في بلدة موندريس بإزمير. وقال حاكم إزمير إيافوز سليم كوشكار إن المنطقة تعرضت لهطول غزير للأمطار أكثر مرة ونصف من متوسط سقوط الأمطار خلال شهر فبراير بأكمله، مشيرا إلى أنه من المتوقع تستمر هذه السيول. جدير بالذكر أنه في أكتوبر الماضي تعرضت إزمير لزلزال قوي بلغت شدته 6.6 درجة على مقياس ريختر، مما أسفر عن معطل أكثر من 10 شخص. مشاهدينا، هكذا انتهت النشرة. شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، ودمتم في أمان الله.